السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة خديجة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غنوجدوا حلوى مغربية اقتصادية كيبقاو المقادير ديالهم في متناول الجميع. بالنسبة للحلوى فهي حلوة الغريبة بالكوك والنخالة. بالنسبة للمقادير غنحتاجو 300 غرام من النخالة اللي سبق لينا غربلناها رقيقة وحمرناها تتحمر مزيان تولي فتية، وخمسة د البيضات، ونحتاجو زلافة ديال سنيدة، وغنحتاجو زلافة ديال الكوك الرقيق. الا كان عندكم الغليظ طحنوه في الطحان. وغنحتاجو جوج ديال لي ساشي ديال الخميرة الكيماوية، و100 غرام ديال الزبدة، وكاس ديال الزيت ديال العنبة، وجوج ديال لي ساشي ديال لي الفانيلا، وكمية وفيرة من سكر الثقيل للتفنيد. نحتاجو بطبيعة الحال كمية صغيرة ديال الملحة. نبداو على بركة الله طريقة التحضير. غنحتاجو غدا نضيفو كمية ديال الزبدة وغندهسوها مع القريصة ديال الملحة، وغنضيفو ليها الزلافة ديال السنيدة، غنخلطوهم مزيان يتدهسوا باش ينسجم الخليط ديالنا مزيان كيف ما كتلاحظوا. خاص السنيدة تنسجم لينا مزيان مع الزبدة تتولي لينا شكل كريمه، ما يبقاوش الحبيبات. ونضيفوا ليهم الكاس ديال الزيت باش يسهل علينا إذابة الزبدة مع السنيدة. ندهسو مزيان كيف ما كتلاحظوا، نخلطوا الخليط ديالنا مزيان مع إضافة الزيت كل مرة شوية. إذا غنخلطوا الخليط ديالنا مزيان حتى يولي على شكل كريمه منسجم. الزبده مع الزيت مع السنيده تكون دايبه مزيان في الخليط. وغنضيفوا ليهم الفاني حتى هو باش يتخلط لنا مع الخليط ويذوب. من بعد ما نساجم لينا الخليط مزيان غنضيفوا ليه البيض، 5 د البيضات اللي قلنا لكم. نخلطوه مزيان مع الزبده والزيت والسنيده تينسجم مزيان. خاص ضروري السنيده تكون دايبه مزيان في الخليط، ما يبقاوش الحبيبات ديالها باينين. ندهسوا الخليط ونحكوه مزيان باش تذوب وتنسجم لينا مع الزبده ومع الزيت ومع البيض. غنضيفوا زلافه ديال الكوك
كما قلت لكم الكوك خاص يكون رقيق. الا كان عندكم غليظ طحنوه في الطحان الكهربائي. تقريبا هاد الحلوى راه بحال حلوة السميده بالكوك اللي سبق لي وحطيت لكم في القناه. اللي ما شافهاش يلتحق بالقناه ويشوفها، راها جات رائعه ومشقه. اللي ما شافهاش يقدر يمشي يشوفها. غنضيفوا الخمارات او الخميره الكيماويه او ما يقال عليها البيكي باودر. ثم نضيف النخاله شويه بشويه. نضيف النخاله باش يعقد لنا الخليط، يولي لينا على شكل عجينه. النخاله خاص تغربلوها في الاول. ملي كتكون نخاله عاديه غتشدوها تغربلوها مزيان تكون رقيقه، وشدوها وحمروها في المقله باش تولي فتيه وتكون مقرمشه شويه باش تعطيها نتيجه رائعه كيف ما غتلاحظوا معنا في اخر فيديو. نبقاو نزيدو شويه بشويه بالنخاله حتى نحسو بالخليط ديالنا بدا كيشد راسو، بدا كيعقد. كما كتلاحظوا هو العجين ديالنا بدا كيعقد. خاص تلكوه مزيان باش يكون منسجم الكوك والنخاله والخليط ديال الزبده والبيض والزيت والسنيده. كيف ما كتلاحظوا راه المقادير سهله في متناول وموجوده في كل بيت. من بعد ما لاحظنا ان العجين ديالنا بدات كتعقد غنحطوها على جانب، ما نخليوهاش تتعقد بزاف، تخليوها شويه خفيفه ونحطوها على جانب. نخليوها تقريبا ترتاح لمده ربع ساعه باش تشرب وغتتعقد لينا اكثر. من بعد ما ارتاحت لينا العجينه نسيت ما قلت لكم باللي غنحتاجو بطبيعه الحال النص زلافه ديال مزهر الحر. ان شاء الله غندير لكم فيديو كيفاش كنقطروا المزهر في شهر مارس، هذا هو وقته. تنوريكم طريقه تقطير الزهر على الطريقه المكنسيه. المهم بعد ما ارتاحت لنا العجينه غنبداو نكوروا فيها على هذه الطريقه ونحطوها في غندهنوا. اول حاجه غندهنوا يدينا بمزهر وغنكوروا كيف ما كتلاحظوا، وغنكوروها في واحد كما كتلاحظوا الشكل دائري، وغنفندوها مزيان ندردروها مزيان دردر مزيان بسكر كلاصي ولا سكر ثقيل، ونحطوها في اللاطه. طبيعه الحال اللاطه راه غتكون مغلفه بالورق. غنبقاو على هذا الحال حتى نوجدوا اللاطات ديالنا، حتى نعمروهم مزيان حتى يعمروا. من بعد ما سخنا الفرن ديالنا غنحطوا اللاطه تاعنا الفوق. كما كتلاحظوا راه العافيه مهيله، غنحطوا اللاطه ديالنا فوقها العافيه نيشان باش تشقق، وعاد نزلوها طيب من التحت.
اذا كيف ما كتلاحظوا من بعد ما تشقات لينا الحلوى ديالنا، كيف ما كتلاحظوا خدات اللون ذهبي. غنزلوها باش طيب من التحت وتشد راسها شويه، وغنخرجوها. كيف ما كتلاحظوا راه تشقات مزيان والمنظر ديالها جا زوين. غنحطوا اللاطه ديالنا عاوتاني الثانيه حتى هي نحطوها الفوق باش عاوتاني تشقق حتى هي وننزلوها لتحت. هاد العمليه ضروريه انك تحطي اللاطه تحت العافيه باش تشقق، والعافيه تكون مهيله. سواء استعملتي الفرن ديال الغاز ولا الفرن الكهربائي. العافيه كتكون مهيله. دابا عندنا الفرن الكهربائي غنشعلو عليه من الفوق والتحت باش الفوقانيه تحمر والتحتانيه حتى هي تحمر من التحت. الفوقانيه تشقق والتحتانيه تحمر من التحت. اذا هي الحلوى ديالنا وجدات. التحتاني اللاطه التحتانيه راها صافي، غتكون طابت من التحت، خدات لون ذهبي. بقات حتى شدات راسها ونشفات شويه، ما بقاتش. هي كيف ما كتلاحظوا مشقه زوينه. هاي الفوقانيه حتى هي تشقات. نهبطوها لتحت باش تنشف وتطيب من التحت وتحمر وتاخذ لونها الذهبي. غنرجعوا اللاطه ديالنا اللي طابت من التحت، غنرجعوها عاوتاني باش تزيد تحمر وتاخذ اللون اصفر، تكون ذهبي. ديالنا هي هذه من بعد ما خرجناها من الفرن. سنيت عليها في اللاطه حتى بردات تماما لانها هشيشه وكيصعب علينا نهزوها، يعني نخليوها حتى تبرد مزيان عاد نهزوها. كيف ما كتلاحظوا جات مشقه والمنظر ديالها جميل، كتجي هشيشه من الداخل كيف ما كتلاحظوا ومعلكه وكتقطع بسهوله. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها في البيوت ديالكم وتنال الاعجاب ديالكم. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش انكم تشتركوا من خلال مربع الاشتراك اسفل الفيديو مع تفعيل خاصيه الجرس الموجوده بجانب مربع الاشتراك باش يوصلكم الاشعارات ديال كل جديد. شكرا على المتابعه، الى فيديو جديد ان شاء الله.